عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشوفوا في الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل على قناتي تونيزيان أم بلجيك. اليوم إن شاء الله وكيف العادة وإن شاء الله لا يقطع لنا عادة، رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم إن شاء الله حويجة جارية بنينة برشا ومشخصة تعمل 66 كيف. كما تعرفوا لهنا بردت برشا، وكي يبرد الطقس ماذا بينا على حاجات جارية. اليوم ان شاء الله باش نعمل شوربة لسان عصفور مسخخة بنينة تعمل 66 كيف. اليوم ان شاء الله باش نعملوها اما بعضنا على طريقتي. بالنسبة للشوربة هذه شوربة تعجبني برشا، نعملها في سائر الايام ونعملها زادة في شهر سيدي رمضان. اليوم ان شاء الله باش نعملوها بطريفة لحم بقري. كما تشوفوا لهنا خديت الطنجرة اللي باش نطيب فيها، حطيت فيها الزيت وحطيت فيها البصل وحطيتها على نار مش قوية برشا. قليت هاك البصل حتىش اللي يسيب الماء متاعه، ومن بعد حطيت طريفة اللحم. اليوم ان شاء الله باش نعملوها باللحم البقري. تنجموا راهو تعملوها باللحم العلوش كما تنجموا زاده تعملوها بالدجاج، المهم المتوفر عندكم. حطيت طريفة اللحم وحطيت مغرفة طماطم كبيرة معجونة، وباش نفوح بالتابل والكروية، باش نفوح بالكركم، فلفل زينة وشوية فلفل أكحل، وباش نحرك المكونات الكلها مع بعضهم على نار مش قوية برشا، ونبقى ديما نحرك نقليهم شوية، ومن بعد باش نمرق بالماء سخون. ماذا بيكم ديما تمرقوا بالماء سخون. الشوربة هذه بنينة برشا وسهلة وفي ساعة ما تحضر. الحقيقة من الحاجات الجارية اللي نعملها كي يبدأ طقس بارد، وماذا بينا يعني هكا طقس توا بارد ماذا بينا على حويجة جارية. نجمو نعملو شوربة لسان عصفور، كيما نجمو نعملو شوربة شعير، كيما نعملو زادة مقرونة جارية زادة تجي برشا بنينة برشا، خاصة كي تبدأ مدبشة. اليوم ان شاء الله الوصفة متاعنا باش تكون شوربة لسان عصفور. عملتها اليوم وقلت علاش لا نشارككمش الطريقة. لهنا بعد ما قليت المكونات الكلها مع بعضهم، مرقت بالماء سخون وضفت مغرفة صغيرة ثوم. بالنسبة للثوم راهو يفوحها برشا برشا، ورميت عروش كلافز. بالنسبة للكلافز متاعنا لهنا راهي تختلف على اللي في تونس، كما تشوفوا عروش يعني العشة تكون خشينة. انا ما نقصهاش الحقيقة، نرميها بالطريقة هذيك على خاطر الصغار ما يحبوهاش، وكي تحضر الشوربة نحيها ونحطها على جنب. نقلي هيك المكونات الكل مع بعضهم بشوية بشوية على نار مش قوية برشا، وماذا بيكم ديما تمرقوا بالماء السخون. بعد ما قليت هاك المكونات الكلها مع بعضهم، تو باش نرمي الحمص. الحمص يبان انها برشا والحقيقه ما نستغناش عليه في الحاجات الجاريه. وتوا باش نمرقها ونغطيها ونخليها تطيب على راحتها، ما نبعدوش عليها، وكل مره نحركوها حتىش اللي يطيب هكا اللحم والحمص. وبالنسبة للشوربة هذه تنجموا زادة تحطوا فيها الخضرة كيف الجلبانة، كيف السفناريا، يعني تبدا مدبشة. ثم شكون زادة ما يحطش الثوم. بالنسبة لي أنا راني ما نحطش فيها الخضرة ونحط فيها الثوم، على خاطر نحس الجاري للعمدة متاعه كلها على الثوم والكلافز، وتبقى ديما كل واحد والطريقة متاعه. بعد ما طاب هاك اللحم والحمص مرقتها بماء سخون يغلي، وباش نرمي الشوربة ونحركوها ونخلوها تطيب على راحتها، ما نبعدوش عليها، كل مرة نحركوها، وهي بطبيعتها ما تاخذش برشا وقت وتحضر.
وهذه شربتنا حضرت كما تشوفوا فيها في صحن التقديم، عملتها خفيفة وفاوحة محارحة تعمل 66 كيف. ما تنساو شكر رشة المعدنوس، راهي تزيدها بنة وما نفعة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها. حويجة الدفي هكا، انا الحقيقة لهنا راني عملتها للعشاء. عملتها بالطريقة اللي شاركتها معاكم، ونعرف كل واحد والطريقة متاعها. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعاليق. ما تنساوش تتابعوني على انستغرام تاعي تونيزيان اون بلجيك، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. نقولكم باي باي وبسلامة.